بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم الخميس 9 أبريل 2096 في موسم ولا ملتقى طلبة وطلبة القرآن وأساتذتهم. سي معنا بهذه المناسبة معنا سي خالد الدكتور المختص في الهجرة والتنمية سميتو، ومعنا الحاج عبد الله هذا كما سميتو. كنا بغينا نقولوا واحد شي كلمه على السي عبد الله اللي بالنسبه لتيفنيت، وشي نبدا على الوليه الصالحه لطاع الله. شكرا الحاج عراب، شكرا اولا انك جيت تسول فينا انت ولد البلاد، ولكن كذلك انا كنحترمك كباحث ودرتي مجهود كبير بعد التقاعد ديالك وخرجتي لنا كتاب مهم جدا مرجع بالنسبه لنا ديال الكتاب الساحل الآهل، تحدثت عن القبائل وعن تيفنيت، ومعنا واحد الوجه من وجوه تيفنيت انا كنعتبره وجه من وجوه تيفنيت، الحاج عبد الله الناس كيعرفوه بولاح، ولكن المهم فيه انه من الناس اللي خدموا البحر لمده سنوات اكثر من 30 سنه. انا كنعقل عليه وانا صغير، وكان مشروع عنده المغازه وكان يجيبوا الحوت وبثمن مناسب، ولكن القوه ديالو. وهذه الايام كنشتغل على واحد الموضوع ديال العاملات الزراعيات، وكيقولوا الناس علاش العمال يعني ما كيبقاوش اوفياء مثلا نفس الضيعه، غير يزيد لي 4 دريال، زيد لي واحد شويه كيمشي يخليه. قلت لهم اودي ديروا لنا موديل، قلت ليه ديروا بحال السي مولاه الحاج مولاه، قال لي اودي اش كيدير؟ قلت ليه هو كان عنده ما يسمى بهذاك الجانب الاجتماعي، كيشري الحوت عند البحاره كيخلصهم بالثمن ديالهم، وفاش كيجي شي مثلا شراي جديد في الصيف كيبغي يزيد ليهم 20 درهم، كيقول له انت نواه، كيقول ليه الحاج بولاح كنلقاوه في الليالي انت ما كنلقاوك. اشنا هو كنلقاوه في الليالي؟ لقيته فاش البحر ساد والريال ما كاين وجا العيد الكبير كيجوا عنده والحاج كيعطيهم الفلوس، كيعطيو لهم هكذاك ماشي سلف ماشي هذا، تا الصيف عاد يتحاسبوا. هذاك الوفاء الاجتماعي وهذيك العلاقات الاجتماعيه اللي خلات التجربه ديالو تكون ناجحه، وكنحيوه من هذا المنبر. فعلا داكشي اللي عاش وسبع دا، وهو انسان ما تيقولش لا، حتى عنده واحد الحس الاجتماعي الى الان وباقي الى الان. ثم بالنسبه نبدا مختصره على الواليه الصالحه. وبالنسبه للموسم، هذا الموسم الذي يقام في هذا المكان اللي معروف بلاله طعنات، هذا موسم قديم، يعني تقريبا دابا تجاوز 185 سنه تقريبا، جوج قرون. هي عاشت في بدايه القرن التاسع عشر وعاصرت الحضيضي، والحضيضي كتب عنها وهو اكبر منها سنا، وهي كانت على قيد الحياه، ونادرا ما يكتب عن الاحياء، الاغلبيه يكتب عن الاموات، وتحدث عن كراماتها. ارتبط اسمها بالمدارس العلميه العتيقه، لانه يحكى انه في سنه كانت هناك مصغبه كبيره او مجاعه كبيره، وكانت لا تعلات كتمشي عند الطلبه وما بغاتهمش يخووا البلاصه ولا يمشوا لبلادهم، غير خصهم يبقاو في نفس المكان، كتدبر لهم على الماكله وكتمشي كتطحن الشعير وتطحن الكات، فبقاو الناس كيذكروها. وتوفات هي بشي 40 عام، اش غادي يجي احد القياد غادي يقرر باش يكون هذاك الموسم، وبدا منذ ذلك الوقت الى الان عمره موقف. وكانت طريق صعيبه، لا بيست وكذا وما سهلاش باش تطلع، ولكن كانت طالعات دائما عامره. جاو ليها الناس بالبهايم، جاو ليها بالرجل، جاو ليها بالمركوب بكوبات الكاميوات. ودابا الحمد لله بفضل المجهودات ديال الناس اللي في هذه المنطقه والاعيان ديالها، كاين الحاج هنايا اللي صراحه نقولوها الحاج مهمو، يعني قدم الكثير وبيته مفتوح للناس، وكان كيدير اتصالات بحكم علاقاته، ودار هذا المشروع ديال التجهيز ديالها بواحد الشكل كبير، شراكه مع وزاره الداخليه وواحد مجموعه الشركاء، ثم دخلت الجهه اليوم فهاد
هاد البنايات اللي كتشوف. نعم هي تغير كانت يحصل لي الشرف انني كنت صاحب الفكره واشتغلت عليها، بل درنا دراسه انا واحد الصديق السعادي قدمناها هذيك المدير هذه المصلحه اللي هي ديال السياحه اللي تابعه للجهه اللي على راسها السي صنفار، وداروا هذا العمل. وباقي افكار اخرى من اجل تطوير هذا الملتقى. كذلك لا ننسى الدور ديال السلطات المحليه وعلى راسها عامل ديال الاقليم السي الحاج السبتي. هذا العام كاين تحسن كبير على مستوى النظام، على مستوى النظافه، تزادوا دوك لي بار، على مستوى داك المشكل اللي كان ديال ديك الطلابه وداك الصداع اللي كان كيكون، حيدوا دابا منظم بشكل اكبر. المرافق الصحيه مازال كاين حويجات اخرين يتضافوا، ولكن انا دابا كنتبع الموسم لسنوات كاين تحسن من سنه الى سنه. ولكن فوق هذا وذاك ما هي علاش كيجيو الناس لتعرض، علاش ما يمشوا لبلاصه اخرى ولا كيمشوا لبلاصه اخرين، او ما يميزها عن المواسم الاخرى. موسم تاع الله هو موسم للفقهاء الطلبه ديال العلم، يقرأ فيه القرآن وتقام فيه الأمداح بحال البردة والهمزية على النمط السوسي، يحجه الطلبة بالمئات بل بالآلاف. نقدر نقول لك هنا كاين 4000 والناس كيجيو من كل أرجاء المغرب. نعم كاينه هنا شي 165 مدرسة عتيقة ونظامها بديع. اليوم دابا واحد شوية مع العصر كيكون ياسين، كيجيو كل مدرسة كتجي كتخرج بواحد النظام وكيقراو ياسين وكيدعيو، ونهار الجمعة كيتجمعوا الناس كاملين بعد المسجد وكيكون داك الدعاء ديال الختم في موكب سماء روحاني. انا كتجلس كتكون تحس بهذيك السكينة والتزاور. انا الآن في هذا البيت البسيط راه زاروني فيه شحال نقول لك العشرات ديال الناس اللي جا كيجي عندي كنعمرو اتاي حليوات، ولكن نقاش وكله كلام، كله إفادة، دكاترة أساتذة ناس كنجمعوا كنناقشوا كان هذا. فكذلك ما نساوش بأنه الميزانية ديال المدارس العلمية العتيقة راهي كتمشي من هذا الموسم، راه تقريبا الفلوس اللي كيتجمعوا هنا راه ربي اللي كيعلم بها. كيجيو الناس المحسنين وكيعطوا الطالب الكبير ديال المدرسه العتيقه وهو اللي كيصرف، كتعرفوا منه طالب منه مقتصد منه هذا، هو اللي كيقلب حتى على ما ياكلوا هذوك الدراري اللي عندهم. 80% ديال الميزانيه كتمشي من هنا، وهذا خير. هذا راه فضل كبير، فضل كبير تاع مولانا. وكيجيو الناس الاعيان والمحسنين، كاين اللي كيهز الزكاه ديالو، كاين اللي كيخلي راه هو في الدار البيضاء وهو في الرباط وهو في فرنسا، والنصيب ديال المدرسه العتيقه راه كيخليه حتى لطالط وكيجيب. فكل شيء هذا الشيء خير، هذا هو اللي كنشوف فيه انا، والجانب الذي يهمني اكثر من اي جانب اخر. التضامن الاقتصادي والتعارف، وعاد كيكون الجانب ديال التعارف ديال الناس كيتلاقاو، كاين الجانب ديال التجاره كذلك فيها واحد تجاره خاصه، هي تجاره ديال الجلال وديال البلغه ديال الفوقيه، وكاينه تجاره خاصه ديال الكراج وديال اللوحه وديال السمخ وديال الصلصه ما يعرفوا كاع هادشي. كاين هنا كلشي داكشي كاين، الطلبه كيشروهم وكذا، وكاين الكتب وكاين كذلك فوتوكوبيات ديال بحال مثلا الاجروميه الفيه بن مالك، دوك التخصصات ديالهم الدقيقه. هذه الاشياء هي التي بزاف. وكاين مثلا طالب كيقرا هنا وبغى ينتقل عند شي طالب اخر، هنا كتبدا العمل توجيه. تبارك الله تبارك الله. شكرا شكرا سي الحاج عراب، وشكرا للحاج، ونتمناه دائما انه يكون دائما رجل خير ورجل خير. وكنشكر كذلك الاصدقاء ديالي اللي ديما معايا هنايا واللي كيحضروا معايا هذه اللقاءات وهذه الندوات. تبارك الله. شكرا لكم.